في يوم مشمس في المزرعة، الفرخة العملاقة كانت بتلف وسط الحيوانات. فجأة سمعت صوت خفيف مياو جاي من البيت اللي في نص المزرعة. جريت بسرعة برجليها الكبيرة وقرونها البيضاء متلمع، ودخلت البيت وهي بتنده: يا قطتي الصغيرة، انت فين؟ القطة الرمادية الصغيرة كانت حابسة نفسها جوه التلاجة وهي بتحاول توصل للبطيخة العملاقة. الباب اتقفل عليها بالغلط والجو جوه كان ساقع موت. الفرخة شمت ريحة البطيخ وقربت من التلاجة وسمعت خربشة خفيفة. صرخت: أنا سامعاكي يا حبيبتي، استني هفتحلك. بمنقارها العملاق فتحت الباب الحديد ولقت القطة بتترعش. حضنتها بجناحها الكبير وغطتها بريشها الأبيض، والقطة قالت وهي بتعيط: أنا كنت جعانة بس. الفرخة ضحكت وقالت: كاني مرة ناديلي بدل ما تعملي مغامرات. خرجوا سوا وكل الحيوانات في المزرعة صفقوا. من اليوم ده بقى في قانون جديد في المزرعة: ممنوع تفتح التلاجة لوحدك يا قطة. وكل يوم الفرخة بتديها شريحة بطيخ وهي حاضنة القطة في حضنها الكبير.